من بعد زحمة القطر واللي عمله معايا في وسط الزحمة ما قدرتش أمسك نفسي وسبته يعمل معايا كل حاجة. ياريت تكملوا القصة للنهاية، وما تنسوش الدعم باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. صاحبة القصة بتحكي وتقول: أنا اسمي نسرين، عندي 28 سنة وبشتغل في شركة شحن صغيرة في القاهرة. كل أسبوع لازم أروح مأمورية في المنصورة، وعلشان كده بقيت تقريباً عارفة كل تفاصيل محطة مصر والمواعيد وحتى الوجوه اللي بتتكرر في القطر. في يوم خميس كنت راجعة من المأمورية والتعب باين عليا من أول لحظة. وصلت المحطة بالعافية ولقيت القطر زحمة بشكل مش طبيعي، كأن كل الناس قرروا يسافروا في نفس اللحظة. قعدت أدور على أي كرسي فاضي بس مفيش، لحد ما شفت مكان في آخر عربية كان فاضي جنبه شاب باين عليه مؤدب ورايق. استأذنته وقعدت بصيت له كده وأنا بهزر: يا ريت يكون ده وش السعد عليا النهاردة. ضحك وقال: لو عايزة القطر ما يتأخرش تبقي فعلا وش السعد. ضحكنا وسكتنا شوية. مع أول هزة من القطر حسيت برعشة خفيفة، مش بس من التعب، لأ من الجو العام، الزحمة وقرب المسافات والريحة المميزة للقطر اللي دايماً بتحسسني إني داخلة عالم مختلف. هو بادر بالكلام: بتسافري كتير؟ حكيته عن شغلي وعن إني بقيت أعرف الطريق أكتر ما أعرف بيتي. اتكلمنا كتير وكنت مرتاحة بطريقة غريبة، كأننا متعودين على بعض من زمان. كل تفصيلة في كلامه كانت ماشية معايا، وصوته كان هادي وطريقته في الكلام فيها دفء مريح. حسيت إنه شايفني مش مجرد بنت راكبة قطر، لأ شايفني أنا. وفجأة حصلت الهزة الكبيرة اللي خلت القطر يقف لحظة، وكل الناس اتخضت، وكنت على وشك أقع بس إيده كانت أسرع. مسكني من دراعي وقربني ناحيته، كان قرب مش عادي. واللحظة دي على قد ما كانت بسيطة خلت قلبي يضرب بسرعة. ساعتها بصيت له وهو ساب إيده بهدوء وقال: إحنا لسه في أول الطريق. فضلنا ساكتين شوية بعد ما القطر رجع يتحرك، بس السكون كان فيه حاجة، مش سكون عادي، لأ ده كان مليان توتر لطيف كده، زي اللي بيحصل قبل المطر ما ينزل. كنت ببص من الشباك بس حواسي كلها كانت عنده، عند طريقته وهو بيشرب العصير اللي اشتراني البائع، عند حركة إيده، حتى أنفاسه وأنا قاعدة جنبه حسيته قريب قريب قوي. قال لي بهدوء كده من غير ما يبصلي: اللي حصل من شوية مش صدفة، أنا حاسس إني قابلتك قبل كده. ضحكت وأنا بهزر: أكيد شفتني في إعلان سندوتشات ولا حاجة. بصلي ساعتها والنبرة كانت أطول من العادي، فيها كلام كتير ما تقالش. قال لي: لأ، دي مش أول مرة أحس إني عايزة أقرب من حد معرفوش، وإنتي السبب. الكلام ده في القلب كأني كنت مستنية. بقيت أضحك وأنا قلبه بيثبت وقلت له: طب ما تجرب تقرب بس على خفيف كده، القطر مليان ناس. ضحك وقال: هو القطر اللي مليان ولا إحنا اللي فاضيين؟ ومن غير ما نحس الدنيا بره ابتدت ليل، والإضاءة في القطر بقت خفيفة، والناس حواليا بدأوا يناموا ويسرحوا في الموبايلات، وأنا وهو كأننا في عالم لوحدنا. لقيته بيقرب مني شوية وقال لي بصوت واطي: ينفع أقولك حاجة من غير ما تزعلي؟ قلت له: جربني. قال لي: أنا حاسس إني لو نزلت القطر من غير ما أشوفك تاني هصدق حاجة أنا لسه لاقيها. اللحظة دي قلبي اتلخبط، حسيت إن في حاجة بتتخلق بينا، حاجة مش من النوع اللي يتشرح لكن أكيد بيتحس. وطول ما إحنا بنتكلم المسافات قربت أكتر، والنظرات بقت أطول، والمواقف اللي كانت عادية بقت كلها معنى. لدرجة إن لما القطر وقف في محطة صغيرة والناس نزلوا يجيبوا حاجات، لقيته بيقول لي: تعالي ننزل شوية نغير جو. نزلت معاه ومشينا شوية على الرصيف، والدنيا كانت هادية والهوا بارد، بس الدفا كان في قربنا. وقتها قال لي الكلمة اللي غيرت كل حاجة. وإحنا ماشيين على رصيف المحطة حسيت إن رجليا مش بتلمس الأرض، الهوا بيعدي من بينا بس مش حاسين ببرده. وكنت كل شوية بصله كده من طرف عينيا، ألاقيه مركز معايا قوي، عينه كانت بتلمع في الضلمة، كأنه شايف فيا حاجة أنا نفسي ما كنتش شايفاها. قال لي فجأة: أنا اسمي شريف، وإنتي؟ وأنا ببتسم: داليا. قال لي: داليا اسمك يليق عليكي. في هدوء كده بس أكيد في نار مستخبية. ضحكت وقلت له: وإن شاطر كده ليه؟ ولا بتقول الكلام ده لكل البنات اللي بتقعد جنبك في القطر؟ قال لي: أول مرة حد يخليني أنسى المحطة اللي نازل فيها. رجعنا نركب القطر، بس المرة دي لما قعدنا كان في تقارب أكتر. المسافة اللي كانت بينا أول ما قعدنا بقت ولا كأنها موجودة. كتفه لامس كتفي وأنا حسيت بركسة في جسمي، ركفة مش من البرد، من اللي جوايا.
هو بدأ يحكي لي عن حياته شوية وقال لي إنه بيشتغل في شركة سياحة وبيلف كتير وبيسافر وبيقابل ناس، بس عمره ما حس بالراحة زي اللحظة دي. وأنا كنت ساكتة وبسمعه، بس عقلي بيرجع للحظة اللي إيده لمست إيدي فيها من غير ما يقصد، واللمسة دي فضلت في دماغي. وفجأة القطر دخل نسق طويل، والدنيا حواليا بقت ضلمة، والنور اللي في القطر نفسه بقى خافت. وساعتها حسيت بإيده بتلمس صوابع إيدي، لمسة بسيطة مش مقصودة، أو يمكن كانت مقصودة بس على خفيف كده. بصلي وقال لي: ينفع آخد ثقتك النهاردة؟ قلت له: ثقتي في إيه؟ قال لي: في اللحظة، مش عايز أكتر من كده. وساعتها معرفتش أقول لأ، معرفتش أمنع نفسي من الإحساس اللي كان بيجرني ناحيته. قرب مني أكتر، وصوته كان واطي جدا، بيكلمني وكأنه بيحاول يسرقني من الدنيا. وقال لي: ينفع أقولك حاجة؟ قلت له: قول. قال لي: أنا بقيت عايزك ومش قادر أحبي ده. واللي حصل بعد كده بصراحة حصل بينا كل حاجة من غير ما نتكلم كتير ومن غير ما نخطط. اللحظة خدتنا، والقطر كان بيكمل مشي، لكن إحنا كنا واقفين في مكاننا بنعيش. بعد اللحظة دي حسيت الدنيا اتغيرت، حتى القطر اللي كنا راكبينه كان شبه مكان تاني. كانت نظراته بتديني إحساس إننا مش بس اتعرفنا أو اتقابلنا صدفة، لأ، إحنا كنا متقابلين عشان حاجة أكبر بتحصل دلوقتي. لما رجعنا مكاننا في القطر حسيت إيده بتلامس إيدي من غير ما حد يشوف، وكأنها دعوة سرية بينا. بدأنا نتكلم أكتر، هو كان بيحكي عن حكايات حياته وأنا كمان فضيت له نفسي من غير خوف أو تردد. حسيت إنه مش بس بيستمع، لكن بيشوفني بجد، مش بس كفتاة في القطر، لأ، كإنسانة محتاجة حد يفهمها. القطر بدأ يختفي حواليا، وبقت الدنيا مركزة بس عليه. كلامه، ضحكته، وحتى سكتته كانت ليها معنى. جت لحظة حسيت فيها إن الكلام مش كفاية، وإننا محتاجين حاجة تانية تكملنا. لما قرب مني أكتر وراحت إيده على خدي حسيت بدقات قلبي بتسرع، وحسيت إن في حاجة مختلفة بتكبر بينا. هو كان نفسه يضل معايا وأنا كنت عايزة هبقى معاه، بس الوقت كان ضدنا. المحطة بتاعتنا قربت، لما وصلنا كنا مش عايزين نفترق، بس الوقت والواقع فرضوا علينا نكون بعيدين. قبل ما انزل قبض إيدي وقال لي بصوت واثق: دي بداية مش نهاية. وساعتها حسيت إن اللي حصل فيه هو بس بداية قصة كبيرة بينا. بعد ما نزلت من القطر قلبي كان لسه بيغني من جوه، بس في نفس الوقت حسيت بارتباك غريب. ما كنتش عارفة إذا كانت المشاعر دي كلها حقيقية ولا مجرد لحظة عابرة، بس كنت متأكدة حاجة واحدة: الموضوع ما كانش هيرجع زي الأول. رجعت البيت وبدأت أفكر في كل حاجة حصلت: إيده اللي لمست إيدي، نظرته اللي ما كانتش عادية، كلامه اللي كان بيشعل جوايا نار. حسيت نفسي مش قادرة أركز في شغلي ومش عايزة أخرج تاني في الأيام اللي جاية. لكن فجأة تليفونه رن، وكانت رسالته: مستنيكي بكرة. رديت له بسرعة رغم إني كنت خايفة من اللي ممكن يحصل، بس قلبي كان بيرجع له مهما حاولت أقاوم. الموعد اتحدد وكان مختلف، مش مجرد كلام في القطر، دي كانت بداية علاقة ما كانتش متوقعتها. كل مرة كنت أشوفه فيها، كل مرة كان بيعمل حاجة تفاجئني ويحسسني إني مهمة عنده، وكل ما يقرب مني أكتر كنت بحس إن حياتي بتتغير. حصل بينا كل حاجة: اللحظات الحلوة واللمسات اللي مش لازم تتقال بصوت عالي، والوعود اللي كانت مش محتاجة كلام. المهم رحنا شقته وعمل معايا علاقة، وبقينا بنتقابل باستمرار، وكنت بستني اليوم اللي هنتقابل فيه عشان يحصل. الأيام كانت بتمر بسرعة، وكل يوم كنت بكتشف فيه جانب جديد فيه، سواء في شخصيته أو في طريقة تعامله معايا. كان دايماً بيخليني أحس إني مختلفة، مش مجرد واحدة عادية بتعدي في حياته. في يوم بعد ما خلصنا شغل قررنا نخرج مع بعض على غير العادة، مش في القطر، لأ، في مكان هادي بعيد عن زحمة الناس. هناك وسط الهدوء حكى لي عن أحلامه اللي عمره ما قالها لحد قبل كده، وكيف هو محتاج حد يشاركه حياته بجد. كنت حاسة إن إحنا فعلاً بنتقرب أكتر، بس برضه في داخلي كان في خوف خفي من إن ده كله ممكن يختفي فجأة. بالرغم من كده حاولت أكون معاه بكل صدق وبكل إحساس. اللحظة اللي حسيت فيها إنه فعلاً معايا بجد كانت لما لمس إيدي تاني وابتسم وقال: مش هسيبك. كلماته كانت أقوى من أي وعد، وقلبي انفجر فرح. وبصراحة حصل بينا كل حاجة، من أول النظرات للضحك للوعود اللي ما كانتش محتاجة كلام.
وحسيت إن القطر اللي كان سبب لقائنا هو كمان سبب تحول حياتي كلها.